السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. شايفين العظمه دي والحلاوه دي؟ تعالى اقول لكم عملتها ازاي. هنا انا جبت تفاحه واربع خمس حبات فراوله على برتقانيه على موزايه. مش شرط يا جماعه الفاكهه اللي انا بقول لكم عليها ديت، بتتعمل باي فاكهه عندكم، اي حاجه، ممكن جوافه، ممكن بطيخ، ممكن شمام، اي حاجه عندكم، مش شرط يعني الفاكهه اللي انا عملت بيها يعني. المهم ان انا نزلت الفاكهه بتاعتي في البوله كده، وهعصر عليها نص ليمونه عشان الاكسده ولونها ما يغيرش، ما تسودش يعني. و... وحطيت عليها معلقتين عسل، وهقلب المكونات دي في بعضها كويس. المهم لو وصلتوا معايا هنا للفيديو ما تنسوش تعملوا لي بقى متابعة وكومنتات حلوة ولايكات كتير بقى، ها. المهم بعد ما قلبت المكونات كده في بعضها، هركنها على جنب بقى، وهجيب معايا شفشق الخلاط، وعندي طبعا كام موزة كده على جنب كده، هاخد 3 موزات اقطعهم في الخلاط. تمام. وبعد ما اقطعهم هحط عليهم كوباية لبن، كوباية صغيرة لبن يعني، واحط عليهم 3 معالق سكر ونص كوباية مية، او ربع كوباية مية، نص كوباية مية، حسب الكمية اللي انت حطاها بقى. واحط 3 معالق سكر، بس انا عشان كان عندي الكمية قليلة يعني. وبعد كده ضربتهم في الخلاط وحطيتهم فوق الفاكهة اللي انا مقطعاها، وهقلب الخليط كويس وهركنه برضه على جنب. تمام. وهاجي تاني هجيب الخلاط تاني، وهحط فيه مانجا كنت انا مفرزاها في الفريزر، هحطها كده في الخلاط، وهحط عليها 4 معالق سكر وكوباية مية صغيرة، وهضربها كويس في الخلاط. تمام. وبعد كده هجيب الكاسات بتاعتي. لو وصلتوا معايا لهنا ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات، واكتبوا لي تعليقات حلوة بقى. هحط حبة مانجا زقنطتين، وبعدين هنزل عليهم بالفروت سلطات اللي انا عملته. تمام. وبعدين هحط حبة طبقة مانجا تاني. الكوباية دي يا جماعة بجد 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 والله العظيم عظمة 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 عظمة، نولي بتعمل عظمة. بعدين نزلت عليها بطبقة مانجا، وبعدين هنزل بالكوكتيل تاني. وكده كان الفروت سلطات جاهز معايا، وتقدروا تاكلوه بألف هنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك. سلام.